النهاردة هنعرف أعمل إيه لو ابني في المرحلة العمرية من 4 ل6 سنوات وبيحط إيده على منطقته الخاصة. خلينا نعرف إن في السن ده مرحلة الاستكشاف بتكون لسه ما انتهتش بالكامل، فالطفل بيكون لسه عنده فضول وبيتعامل بفطرته. وخلينا نفهم برضو إن البيت لو فيه توتر الطفل ممكن يلجأ للتصرف ده أو حتى أي تصرف تاني يقلل بيه التوتر اللي هو بيحس بيه، زي مص الأصابع أو قضم الأظافر. طب أنا كأم أعمل إيه؟ أول حاجة هنروح بالطفل لطبيب مسالك بولية عشان نتأكد إن عند الطفل مفيش أي سبب أو خلل طبي. 2، هنستخدم نفس الطريقة اللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت مع الطفل الأصغر سنا، وهنستخدم معاها أسلوب الإلهاء بإن أنا أشتت الطفل لحاجة تانية أو سلوك آخر، وأنا هبقى أحط لكم لينك الحلقة اللي فاتت في الكومنتس. 3، لو في السن ده لقيت الطفل بيقوم بالسلوك ده بشكل كبير جدا فهبدأ أتناقش معاه في السلوك وأضراره بما يتناسب مع سنه، فهجيب له صور لالتهابات الجلد وابدا افهمه ان اي جزء في جسمنا بنبدا نهرش فيه او نلمسه بكثره ده بيسبب التهاب وحساسيه لجلدنا زي الصور دي بالظبط، فالاحسن انك تخلي بالك عشان جلدك ما يلتهبش زي كده. وكمان يفضل انك تربط كلامك ده بقصه تربويه من خيالك ليها علاقه بالموضوع. اما لو كان السلوك سببه التوتر، هنا لازم اعرف سبب التوتر الاساسي واعالجه. وخلي بالك لو ابنك كرر نفس السلوك بعد ما فهمته وناقشته بالصور والقصص، هنا ممكن تنبهه بس بكلمة واحدة بس من غير ما تعمل أي رد فعل أو حتى رياكشن بوشك أو أي تواصل بصري. فمثلا هتندهه باسمه، أول ما يبصلك أو يرد هتقوله خلي بالك، أو ممكن تقوله الحساسية ويمشي بعدها على طول من غير ما تبصله أو تزعقله أو حتى تبرقله. وده بنعمله لسببين مهمين. أول حاجة إن ولادنا دايما محتاجين ننبههم لتصرفاتهم لغاية ما تختفي، والسبب التاني عشان ما يحسش إنه منبوذ أو إنك كارهه وتقتل ثقته بنفسه. فلازم جدا مع السلوك ده يكون عندك صبر وانت بتكرر كل الطرق اللي فاتت اللي أنا قلتها لك لغاية ما ابننا يوقف السلوك ده بشكل نهائي. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.